السلام عليكم يا في بنات. خاطري شوكولاتة مندولين، قلت خلي نجرب نديرها في الحوش وبطريقة سهلة وبسيطة. جديات جد جميلة الفترة اللي فاتت ريت واحدة منزلتها في تقريبا النت مغربية أو جزائرية، فقلت خلي نديرها بطريقة التارت متاعي، لأن الأمانة معتمدتها حتى في الكميات الكبيرة. حنزلكم الطريقة بالضبط وبالتفصيل في التعليقات. أهم حاجة تستخدموا فيه الزبدة الحيوانية باش يعطينا البنة البنينة. بعد ما عجنت العجنة اطرحتها أول حاجة هيك قسمتها على طرفين، ولما تفردوها خلوها غليظة شوية، يعني ما ترققوهاش هلبة وديروها مستطيلة باش بعدين نقصوها. لازم منها نقصها الأولى هي ونقول لكم علاش. توا جاي وقت الكوشة، وعاد الكوشة متاعي من بيكو يا بنات زي ما تعرفوا. الحق موادي المعمرة كلهم منهم. تبارك الرحمن عليهم، ليهم فترة معاي وقويات ويسروا في الحلو وفي الحار. وعلاش قلت لكم لازم تقصوهم باش بعدين يسهلوا عليكم يبردوا على جنب. وحطيت شوكولاتة في ميكروويف بيكو باش تسيح. اما السويبعات متاعنا الحلوة فجبت الكراميل ندير لهم هيك في اختلاط بالكراميل. وراهو يا بنات كوشات بيكو كلهم الثلاثة، عندي في الثلاثة انواع مختلفة، مطبخ اللوطي واستوديوهات الزوز، كل واحدة ومواصفاتها، كل واحدة وميزاتها، والثلاثة تبارك الرحمن عليهم. يعني معتمدتهم حاجاتهم وين عيوني مغمضة. حتى الشفاط متاعي والغاز الليزري، الاثنين زجاجيات، شكلهم جدا جميل، سهل التنظيف والتلميع، غاز قوي الله يبارك، شفاط شفطة ممتاز. ماشيات معي للأمانة هلبة. ما هيك جمدة المندولين قلت خلي ندير قهوة معاها. عندي ماكينة البيكو متاع القهوة العربية متاع سازوتين، ولها خزانة بالمية، سزوة تحطوا فيها كمية البنة متاعكم، اختاروا حجم الطاسة وقداش تبوا طاسة تصبوها، يتحدد كمية المية بروحها، وتطلع القهوة بالوجه وما شاء الله عليها. وهذه كانت وصفتنا. ومن يحب هالشوكولاتة هذه يا بنات جدا مقرمشة وبنتها رهيبة وسريعة التحضير، مش محتاجة أي تكنيك. أنصحكم تجربوها واعطوني رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم.